الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. العالم مشغول بالحرب الإسرائيلية الإيرانية ومآلات هذه الحرب وتبعاتها على الطرفين الإسرائيلي والإيراني ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ككل. يعني هذه الحرب صحيح يعني بين طرفين عقائديين، دولة دينية قومية أو حولت الدين إلى قومية عبر الحركة الصهيونية، ودولة دينية قومية حولت الطائفة أو استثمرت مظلومية الطائفة الشيعية، المظلومية التاريخية المعروفة، واستغلت هذه المظلومية ضد العرب، يعني ضد العرب اللي بيمثلوا يعني أهل السنة والجماعة، على أساس أنه ويعني في صار إلى آه، تصدير هذا النظام الإيراني على أنه هو حامي الشيعة وحامي مظلومية الحسين، ويعني سيأخذ بالثأر من قتلة الحسين على مر العصور، إلى درجة يعني تفاقمت الدogma العقائدية الطائفية عند هذه الدولة، أنه مسألة الولي الفقيه. يعني الولي الفقيه هو وكيل أو نائب الإمام الثاني عشر المغيب، والقصة بقية القصة معروفة. هاتان الكتلتان الاقتصاديتان السياسيتان العنصريتان، الكتلة الإسرائيلية والكتلة الإيرانية، تتصارعان. ينطبق عليهما يعني القول المعروف: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، أو ونجي المدنيين. يعني طبعا في الظالمين عندما يتقاتلون، المظلومون يكونون الضحايا، وده يعني من المؤسف القول أنه من طبائع الحروب. مش بس هيك، يعني الظالمين أو الظالمون دائما يستثمرون المظلومين كحطب وكوقود لحروبهم ولصراعاتهم. بالمحصلة الآن الحرب قائمة وعلى أشدها، أمريكا تدخل، أمريكا لا تدخل. الحديث يدور حول ذلك. يعني للحظة تصوير هذا الفيديو، أمريكا حتى الآن هي اتخذت قرار التدخل، لكن تنتظر اللحظة، يعني لحظة يعني على أساس يعني المباغتة أو القرار النهائي، وهل ستستسلم إيران أم لا. طبعا دونالد ترامب يعني يقول أنه الاستسلام الغير المشروط، يعني أنه إيران ستستسلم، لكن عليها أن تستسلم بدون حرب، بدون قصف، أفضل من أن تستسلم بحرب وبقصف. هو يريد فرض الاستسلام على إيران، ومسألة المفاوضات هي في إيجاد تخريج لهذا الاستسلام. خامنئي المرشد الروحي أو قائد الثورة الإيرانية الإسلامية الشيعية يقول: إيران لن تستسلم ولا لن نستسلم. يعني قالها، يعني أتى بالقول الأخير في مطلع الكلام، أنه خلاص ما لن نستسلم وسنذهب إلى الجنة شهداء. هلا الموضوع انه مسألة وقت. يعني القرار يبدو لي انه خلاص جرى اتخاذه على اعلى المستويات، وربما يعني في اثناء نشر هذا الفيديو يكون القنابل التي تستهدف الاماكن المحصنة تحت الارض، القنابل الامريكية، وجدت طريقة. ربما، انا لا اعلم يعني.
لكن كل المؤشرات تأخذنا باتجاه إنه القرار تم اتخاذه، الموضوع مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. من القلق من هذه المسألة؟ الأتراك. الأتراك انتقدوا بشدة يعني الحرب الإسرائيلية على إيران. طبعا هي حرب إيرانية على إسرائيل وحرب إسرائيلية على إيران. المشكلة ليس في من بدأ أولا. يعني قد يقول قائل أنه إسرائيل بدأت في الترتيبات العسكرية مؤخرا، لكن بإمكان اعتبار هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر يعني مرحلة متقدمة من هذه الحرب. هجمات حزب الله على إسرائيل أيضا، بحكم أنه حماس وحزب الله شئنا أم أبينا أدوات إيرانية أو خنادق إيرانية متقدمة على الحدود الإسرائيلية. يعني طبعا إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، جرائم إبادة جماعية سابقا وحاليا. طبعا أنا لا أقصد في إيران، أنا أقصد في غزة، أنا أقصد ما يتعلق بالشعب الفلسطيني. المجازر التي اقترفتها دولة إسرائيل بحق الفلسطينيين يعني يندى لها جبين الإنساني، والموضوع موثق، يعني مش كلام من عندي. والكثير من الإسرائيليين أنفسهم لا يستطيعون إنكار أو لا ينكرون هذه الجرائم والمجازر في المراحل التأسيسية لهذه الدولة. هذه الدولة بدأت أو المراحل الأولى لها كان يعني اقتراف المجازر بحق الفلسطينيين، حتى قبل أن يقترف هتلر المجازر بحق اليهود في أوروبا وألمانيا. المهم تركيا منزعجة. رجب طيب أردوغان يقول لن نقطع علاقتنا مع إسرائيل، لكن لن أخاطب نتنياهو بعد اليوم. طبعا هذا كذب، يعني كبير الكذابين في تركيا أو في الشرق الأوسط أو العالم. يعني إذا بحثنا، إذا تحرينا عن شخص كذاب، زعيم كذاب بنفس المستوى الأكاذيب التي قالها رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، لن نجد لأردوغان مثيلا. أردوغان بكذبه تجاوز الإسرائيليين والإيرانيين والكثير، يعني تجاوز صدام حسين، يا كل الخطوط الحمر للكذب تجاوزها رجب طيب أردوغان. التصريح واضح، وكما شاهدتموه. طبعا تركيا منذ الاعتراف بدولة إسرائيل، وهي أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل في سنة 49، ولم تقطع علاقتها تركيا مع إسرائيل، أو علاقتها مع إسرائيل لم تتأثر لا في حرب 67 ولا في حرب 73 ولا في الهجوم الإسرائيلي على لبنان في 82 ولا في الانتفاضة الأولى وفي الانتفاضة الثانية وحتى هذه اللحظة. العلاقات شد ورخي وتراشق ومفرقعات وخضع سينمائية، هذا موجود، لكن العلاقات السياسية أساسها اقتصادي، أساسها عسكري. العلاقات الاستراتيجية عسكريا وكأنه شيئا لم يكن. العلاقات الإسرائيلية التركية موجودة وسمن على عسل، يعني أبدا. الاستخبارات الموساد الإسرائيلي يصرح ويمرح في تركيا. الطيران
الطيران، وهي بموجب اتفاقيات عسكرية. الطيران الذي يقصف الآن إيران يجري التدريبات العسكرية على الأراضي السورية بموجب على الأراضي التركية عفوا، بموجب اتفاقيات عسكرية أمنية استراتيجية مبرمة ما بين تركيا وإسرائيل في سنة 1996. هذه الاتفاقيات أبرمت على زمن نجم الدين أربكان. نجم الدين أربكان اللي هو معلم رجب طيب أردوغان، وانشق أردوغان عن حزب أربكان. الاتفاق، التحالف الاستراتيجي الأمني العسكري في قضايا التسليح، في قضايا التدريب، في كل التفاصيل، أبرم بين تركيا وإسرائيل على زمن حكومة نجم الدين أربكان، شيخ الإسلام السياسي، زعيم الإخوان المسلمين في تركيا. والآن يعني ما زال هنالك يعني حزب السعادة الجديد، على أساس أنه تتمة لحزب السعادة اللي كان يرأسها، أو حزب الرفاه الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان. يعني الشيء مضحك أنه أنت لن نقطع علاقتنا مع إسرائيل، لكن ما بده يكلم نتنياهو، وراح يكلم نتنياهو. طبعا ما في حدا من الأتراك ومن العرب ومن السوريين ومن السوريين سيواجهون أردوغان بكذبه. مو انت قلت انتم ما راح تحكي مع نتنياهو، هي انت حكيت مع نتنياهو. طبعا الموضوع يعني لن يحرك في أردوغان عرق الخجل أو الحياء أنه تمت مواجهته بأكاذيبه والأباطيل. طبعا تركيا منزعجة لأنه تخاف أي ضربة قوية لنظام استبدادي ثيوقراطي دوغمائي مركزي سيصار إلى إعادة تشكيل الدولة. إعادة تشكيل دولة، هنالك ما بين 8 إلى 10 مليون كردي في إيران. هنالك كردستان إيران التي لا يمكن حصرها في منطقة مهابات، أو منطقة يعني إقليم كبير أكبر حتى من كردستان العراق جغرافيا، أكبر من كردستان إيران، أكبر من كردستان العراق. والموضوع مهيأ لحصول كردستان إيران أو كردستان الشرقية على حكم ذاتي أو فيدرالي. فما كانت تخشاه تركيا من كردستان سوريا، الحصول على الحكم الذاتي أو الإقليم الفيدرالي أو النظام اللامركزي، واستماتت تركيا وتستميت حتى الآن وبدعم من عبد الله أوجلان لإركاع قسد ولإجبار قسد على الاستسلام لحكومة أحمد الشرع. حتى الآن الأحداث تقول أنه المساعي التركية لم تأتي أكلها. قسد لم تسلم سلاحها بالمجان لنظام أحمد الشرع، وبالتالي الآن تركيا قلقة. مساعيها فيما يتعلق ب يعني إقصاء الكرد من الحل النهائي، أو من الحصول على حقوقهم الوطنية الديمقراطية داخل سوريا في نظام لا مركزي، في إقليم خاص بهم. هذه المساعي لم تأتي أكلها بعد، لتظهر الحرب الإسرائيلية على إيران وما يمكن أن يترتب عليها من بروز وظهور احتمالية
تحقق الفيدرالية الكردية داخل دولة إيرانية فيدرالية مستقبلية، يعني ترتيبات الوضع لإيران ما بعد المشروع النووي، أو ربما لنقل إيران ما بعد نظام الملالي. هذا أيضا وارد، يعني مسألة إسقاط النظام وارد. لاحظوا معي أن الحركات الاحتجاجية التي شهدتها إيران منذ 2009، 2017، 2018 ولغاية 2022، دائما الحركات الاحتجاجية كانت داخلية من تلقاء نفسها. قبل الربيع العربي، قبل كل هذه الثورات، بدأت من إيران. حركات إصلاحية طالبت بالتغيير، قالت الموت للدكتاتور، والمحتجون كانوا يقصدون خامنئي ونظام خامنئي، قالوا الموت للدكتاتور، وطالبوا بإسقاط النظام الإيراني. ولكن الموضوع لم يكن يحظى بتغطية عسكرية أو بدعم عسكري خارجي مباشر. الآن إيران وسط هذه الصدمات، هذه الضربات، يعني المظلومون عندما يتصارع الظالمون هم يعني يتفرجون ويكونون ضحايا يعني أحيانا، لكن أحيانا ينطبق على الأمر رب ضارة نافعة. لولا استهداف إسرائيل لحزب الله ولذراع إيران داخل لبنان، لما سقطت الحكومة الموالية للولي الفقيه، الحكومة الأسدية الخمينوية في لبنان. يعني اللبنانيون استفادوا بطريقة أو بأخرى. كابوس حزب الله انزاح عن صدرهم، كما انزاح كابوس نظام الأسد وكابوس حزب الله عن صدر السوريين. أنا أتفهم، وينبغي للعرب أن يتفهموا مشاعر السوريين. لو فعلت إيران ما فعلته في سوريا، لو فعلت إيران في مصر، لو فعلت إيران في مصر ما فعلته في سوريا، لو فعل حزب الله في مصر ما فعله في سوريا، لكان الآن أغلب المصريين يعني ربما لا يقولون شكرا إسرائيل، لكن يعني لن ينزعجوا من إسقاط نظام حزب الله في لبنان ومن إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا. لكن لم يتأذوا من إيران. المصريين والجزائريين والتوانسة لم يتأذوا من إيران بالقدر الذي تأذى السوريون والعراقيون واللبنانيون وحتى الفلسطينيون، يعني واليمنيين من نظام الملالي. بالعودة لتركيا، تركيا لو بالفعل دولة وصاحبة مبادئ وأخلاق وكذا، لكانت اتخذت موقفا حاسما استراتيجيا مبدئيا أخلاقيا من إسرائيل، مش الآن، بل عندما يعني أبيدت غزة. تركيا لم تتخذ أي موقف اقتصادي، وأنتم تعلمون حاجة إسرائيل إلى الاقتصاد وإلى الدعم الخارجي. يعني الطيران التركي لا يتدرب في إسرائيل، لكن الطيران الإسرائيلي يتدرب في تركيا. السياح الأتراك لا يذهبون إلى إسرائيل، لكن السياح الإسرائيليين يذهبون إلى تركيا. وبالتالي من يحتاج من؟ إسرائيل تحتاج إلى تركيا، ومع ذلك تركيا لا تغلق الصنبور أو الحنفية على إسرائيل. ما بده يحكي مع نتنياهو، وكأنه الموضوع شخصي. يعني مين نتنياهو؟ تفصيل
من آلة الحرب والعنف الإسرائيلية. يعني راح نتنياهو في 100 نتنياهو آخر. الموضوع مش أسماء، الموضوع دول. لكن من بإمكانه أن يواجه رجب طيب أسد السنة والسلطان والخليفة والما بعرف شو، بضرورة اتخاذ من بإمكانه أن يواجه هذا البهبهان الهيلمان بضرورة اتخاذ موقف جدي وصارم وحقيقي ضد تركيا. لا يوجد حتى الآن بحكم متابعتي للإعلام العربي ولا حدا يعني بيواجه أين تركيا لكي تقف مع الشقيق الإيراني، مع الشقيقة إيران وتردها، ورغم أنه تركيا قلقة جدا من هذه الحرب ومآلات هذه الحرب. لاحظوا ماذا يقول شريك أردوغان في الحكومة حيال هذه الحرب بجملة قصيرة يعبر عن موقف الدولة العميقة والدولة الرسمية والدولة الخفية في تركيا حيال هذه الحرب. بخشلي الهدف النهائي يقصد من هذه الحرب هو تركيا. يعني كرة النار ستلف، مرت بسوريا ولبنان وإيران وستستقر في تركيا. هم لماذا سارعوا فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حزب العمال الكردستاني لكي لا يصبح هذا السلاح على طاولة المخططات التي تنتظر تركيا؟ طبعا أنا استمعت للكثير من الأقاويل والتحليلات وأن حزب العمال تعقلا وشاف أنه والله حزب الله سقط والمواضيع التسليح والعنف ولا عليها الزمن وصارت من الماضي. لا، الموضوع مش هيك نهائيا. وأنا ذكرت في أكثر من مناسبة أن تركيا تخشى وتخاف ومرعوبة من سيناريو الدولة الكردية، الكيان الكردي، سواء كردستان العراق تتحول من إقليم فيدرالي إلى دولة مستقلة، وهي حاولت عرقلة الاستفتاء لأنه كان استفتاء يعني، والإعلام العربي يثرثر عن أحيانا يعني انظروا ماذا حل بكردستان عندما سعت إلى الاستفتاء والانفصال والكذا ومعناته الموضوع انتهى. لا، الموضوع مش منتهي. الموضوع النضال الكردي والسعي الكردي نحو الاستقلال وتشكيل دولة مستقلة في الشرق الأوسط أسوة بالعرب بالفرس بدول بشعوب العالم. الموضوع لم ينتهي في 2017. الحشد الشعبي اجى وكذا والكل هلل الحشد الشعبي مرعوب يعني من مآلات هذه الحرب. تركيا في السنة الأخيرة أو نصف السنة الأخيرة النصف الثاني من 2024 والنصف الأول من 2025 قلقة جدا فيما يتعلق بموضوع ترتيبات الشرق الأوسط وما يقال خلف الأبواب المغلقة. كل الكلام الذي تسمعونه في الإعلام حول أنه الموضوع فقط محصور بالنووي، لا، الموضوع مش محصور بالنووي. أي يعني الحرب دخلت العراق ومنحت الكرد إقليما فيدراليا. الحرب على العراق على النظام العراقي في 2003 ترتيب الأوضاع في العراق منحت الكرد حكما فيدراليا. وقت ذاك أيضا أردوغان ما كان بده يتدخل ومنع القوات الأمريكية من التدخل ومنع القوات الأمريكية من استخدام قاعدة أنجرليك.
والأمريكيين وجورج دبليو بوش أهدى تركيا إقليما فيدراليا كردستانيا اسمه إقليم كردستان الفيدرالي. الدستور العراقي من عام 1920 وحتى 2005 أقر في 2005 في نهاية المطاف الفيدرالية، مش بس الحكم الذاتي، الفيدرالية لكردستان العراق. الموضوع ما كان هيك، كان هنالك نضال كردي حقيقي عادل وشريف، وأتى الدعم الدولي لهذا النضال ولهذه الحقوق العادلة لنصل إلى نتيجة خلاصتها إقليم كردستان العراق الفيدرالي الذي يحتضن قنصلية وتمثيل دبلوماسي لتركيا، وتركيا اعترفت بهذا الإقليم. ماذا لو تكرر السيناريو في كردستان؟ إيران أيضا يعني تركيا ستضطر إلى أن يكون لها قنصلية داخل كردستان إيران، إقليم كردستان الإيران الفيدرالي. القنصلية ربما تكون في أورميا أو في كرمانشاه أو في سننداج أو في إيلام أو في أي مدينة أو سردشت، أي مدينة من مدن أو محافظة من محافظات كردستان إيران. وبالتالي الآن تركيا بأمس الحاجة إلى عبد الله أوجلان، الذي عبد الله أوجلان ودولة باختشالي أصلا قبل أن يقول دولة باختشالي الهدف النهائي هو تركيا، قالها عبد الله أوجلان. هذا كلام عبد الله أوجلان. طبعا الثرثرات الإعلامية والكلام النمطي عن أوجلان والزعيم الانفصالي هذا كله كذب يعني. تعال أقنع يعني، أنا يصعب علي أن أقنع قطاعات واسعة من الشعب الكردي المخضوعين بأوجلان، فما بالكم يعني بالقطاعات العربية المخدوعة بأوجلان عن طريق الضخ الإعلامي والثرثرات الببغائية التي لا سند لها يعني. فأوجلان وأردوغان وباختشالي حاليا في خندق واحد، وصلاح الدين دمرتاش أيضا المسجون. يعني بحياتكم شفتوا اثنين مسجونين في دولة يدافعان من سجنهما عن هذه الدولة دفاعا مستميتا يتجاوز دفاع رجب طيب أردوغان عن الدولة التركية؟ يعني كتير وطنيين، عبد الله أوجلان وصلاح الدين دمرتاش، يعني كتير إلى درجة لا يمكنكم تصورها. يعني الواحد بيحب بلده لكن مش لهالدرجة يعني بيحب. أنا لا يعني لست معترضا أنه عبد الله أوجلان يعني يحب تركيا، لا، فليحب يعشق تركيا، لكن لا يكره الكرد ويكن الكراهية، يشيطن الدولة القومية الكردية، يشيطن الثقافة القومية. الآن عبد الله أوجلان هاي الأمور العرب ما بيعرفوها يعني، يشيطن. وفي تصريحات أخيرة أهان الشعب الكردي والتاريخ الكردي من عبد الله أوجلان. صلاح الدين دمرتاش نفس القصة، نفس المدرسة، يعني ما قاله عبد الله أوجلان يعني أخجل من أن أترجمه إلى اللغة العربية، لأنه السوركيين والعنصريين والفاشيين راح يستثمروا هذا الكلام ضد الكرد، لأنه الآن الكثير من السوركيين بيستثمروا تصريحات عبد الله أوجلان فيما يتعلق بنفيه لوجود كردستان سوريا، نفيه لوجود شعب كردي في سوريا، نفيه لوجود قضية كردية في سوريا. هؤلاء السوريين يستثمرون كلام عبد الله أوجلان عندما كان في أحضان نظام حافظ الأسد، عندما كان في دمشق، وكأنه عبد الله أوجلان مرجع تاريخي ومؤرخ ويعني صاحب كتاب مروج الذهب وكل القصص هي يعني. المهم تركيا
قلقة ومرعوبة. ودولة باختشالي يقول الهدف النهائي هو تركيا. ربما يعني إذا وضع العراق استقر على هذا النحو، دولة فيدرالية، وضع إيران إذا استقر على نظام فيدرالي علماني ديمقراطي محترم، إذا وضع سوريا استقر على دولة لا مركزية مرنة محايدة، لا عروبة ولا إسلاء، يعني مش بدون إحالات عروبية، الجمهورية العربية السورية، بدون إحالات دينية وطائفية، أهل السنة والجماعة والأمويون عادوا وما بعرف شو من هالخزعبلات والأوهام والخرافات. يعني إذا استقرت سوريا على نموذج وطني جميل ورائع ومتوازن ويحترم كل مكونات الشعب السوري، تركيا لن تكون استثناء. تركيا التي فيها ما يزيد عن 20 مليون كردي، وما يزيد عن 5 مليون عربي، وما يزيد عن عشرات الألوف ومئات الألوف من الأرمن والسريان والآشورين، لن تكون استثناء. لن تبقى هكذا على النحو الذي بنيت عليه عام 1923 دولة تركية خالصة. تركيا مارست التطهير العرقي قبل الجمهورية وبعد الجمهورية في 2015 2016 2017 بحق الأرمن والسريان والآشورين والكرد في ذلك الوقت، واستمرت وواصلت التطهير العرقي في حق الكرد في عام 1921 22 23 25 حتى عام 1938. تركيا دولة على هذا تعوم على بحر من دماء المكونات القومية التي التاريخية الموجودة على أرض الأناضول وكردستان. يعني قبل مجيء الأتراك في غزواتهم من وسط آسيا، تركيا لن تكون استثناء إذا استقر الوضع في إيران على النحو الذي يليق بإيران، دولة متنوعة متعددة القوميات، فرس، كرد، عرب، أذريين، وتمتعت بنظام فيدرالي ديمقراطي وطني. تركيا لن تكون استثناء. لذلك لهذا السبب هنالك سعي حثيث ومستميت، لأنه حزب العمال الكردستاني ربما يخرج من تحت سيطرة عبد الله أوجلان، ربما يدخل في مسارات أخرى تتعلق بقوى إقليمية، قوى دولية تحاول منح الكرد أو إعادة حقوق الكرد. هذه القوى الدولية المتورطة في تقسيم كردستان، المتورطة في دعم الدول والأنظمة التي قمعت الكرد، أنه تحاول التكفير عن ذنبها وتعيد ترتيب المنطقة بشيء ينصف الحقائق التاريخية الموضوعية الثقافية الهوياتية في منطقة الشرق الأوسط. تركيا لن تكون استثناء. هنالك نفر من البشر المشبعين بالعنصرية، يعني زمرد دم عين نون، يعني من العنصرية، يعني أو فاء شين من الفاشية، أو باء عين من البعثية. يعني فهؤلاء لا يدخرون وسعا في استثمار أي موضوع، أي حدث
للتطاول على الكرد. من هؤلاء يعني كبير الباحثين وكبير المؤرخين مهند القاطع. يعني الحرب مستعرة ومشتعلة وهنالك تراشق، وهو يدلي بدلوه لكي طبعا في ظاهر الأمر أنه ينتقد حزب العمال الكردستاني ويدعو للسلم الأهلي والتآخي بين الكرد والعرب، لكن الموضوع مش هيك. يعني مش فحوى ما نشره على صفحته أو إحدى حساباته. أحد الأصدقاء أرسل لي هذه الصورة واحتفظت بها، يعني منذ أيام أرسلها لي، وأتى الوقت لكي أعلق على هذا الموضوع. ماذا يقول؟ طبعا السيد مهند القاطع يعني يصار إلى تقديمه على أنه كاتب وباحث وكذا، يمكن عنده كتاب أو كتابين يتعلقان بموضوع استهداف الوجود التاريخي والديموغرافي الكردي في سوريا لكي يبني عليها أحكام سياسية تتعلق بحقوق الكرد. غير شيء، غير هذا الأمر شو في عنده؟ ما في شيء. طبعا هو ليس مؤرخا في هذا الكلام، وقد رد الصديق العزيز الباحث محسن سيدة بدراسة رصينة ورد متوازن وموضوعي وعلمي على كل الكتاب الذي نشره له المركز العربي أعتقد كتابه من إصدار المركز العربي، لست متأكد من هذه المعلومة، لكن كتابه الذي يتحدث فيه عن الكرد في الجزيرة وكذا، وينفي هذا الوجود التاريخي بطريقة أقل ما يقال فيها بأنها تدليس يعني، وافتراء وتحوير وتجير. مهم يعني ما عنده شيء. شو في عنده؟ يعني هو مفخرة حسن الدغيم أو السلطة الجديدة فيما يتعلق بتاريخ منطقة الحسكة أو منطقة الجزيرة. غيره مين في غير هذا الكتاب؟ شو في عنده؟ يعني من كتب أخرى تتعلق بالسياسة، بالفكر، بالأدب، بعلم الاجتماع. شو في عنده؟ ما فيش. بس جل تركيزه على الكرد. الموضوع لو صار تسونامي في الأرجنتين فبده يحكي أنه الأكراد في الجزيرة وحزب العمال الكردستاني ينبغي أن ينتقل إلى الأرجنتين ويترك العرب والكرد ويتركوا مهند القاطع وهوشنغوس يعيشوا متحابين جيران أحباب في الجزيرة. ليش أنا كيف فيني أنسى أنه أنت ونظامك منعت اسمي من التسجيل في السجلات الرسمية لدى نظامك أنت وحزبك حزب البعث. يعني منع الأسماء الكردية في السجلات الرسمية هو تفصيل بسيط من الحزام العربي، والحزام العربي هو تفصيل بسيط من المشروع العنصري الفاشل اللي فرضه حزب مهند القاطع على الكرد السوريين. كيف لي أن أنسى هذه المسائل؟ ما أنا ضحية من ضحايا هذا النظام اللي أنت بطريقة أو بأخرى مباشرة أو غير مباشرة تحاول التقليل أو تسفيه أو تدفيه المظلومية الكردية وتبرئة نظامك أنت، نظام البعث يا سيد مهند القاطع. ماذا قال مهند القاطع؟ أعتقد الوقت مناسب الآن لكي يتحرك أكراد إيران في إقليم مهابات وبلاد الكرد التاريخية. جيد أنه أنت بتعترف أنه في شيء اسمه بلاد منطقة تاريخية الكرد، لكنه مثل السردية البعثية النتنة العفنة تحصر بلاد الكرد فقط داخل إيران. البلاد التاريخية كردستان تركيا، كردستان العراق، كردستان سوريا، هذه
لا، المناطق التاريخية، البلاد التاريخية، بلاد الكرد التاريخية هناك. وتكون فرصة للعمال الكردستاني أن ينقل مقاتليه هناك ويقيم دولة كما يشاء، ويترك الجزيرة لأبنائها من عرب وكرد يعيشون بسلام في وطنهم. والله لو صارت دولة كردستان بالأرجنتين راح تروح أنت وأمثالك تحاربوها هناك في الأرجنتين. لو صارت دولة كردية أو إقليم فيدرالي كردي في سريلانكا، أنت وأمثالك راح تروحوا تحاربوا هذا الإقليم الفيدرالي الكردي في سريلانكا هناك. شوفوا كمية الغليان يعني. يعني أنا ما بعرف الكرد شو مساوين لمهند القاطع، رغم أنه يعني المواقف الكردية من عشيرة الشرابيين معروفة. لما يعني هذه العشيرة وعشيرة الحرب تعرضوا لقمع البقارة وهجمات البقارة، الكرد وقفوا إلى جوارهم ضد غزوات القبيلة العربية الأخرى. طبعا هذا الكائن البحثي المهند القاطع يعني لا يكلف نفسه، وهو يدخل في صدام مع الأرشيف العثماني. أحد الباحثين ويعني المشتغلين في يعني تحري وتقصي في الأرشيف العثماني ذكر هنالك أكثر من 4 مليون وثيقة في الأرشيف العثماني تتحدث عن الكرد وكردستان في المنطقة، عدا عن الفرمانات والأوامر السلطانية من السلطان عبد العزيز، من السلطان عبد المجيد، من السلطان عبد الحميد، من السلطان أي سلطان، في يعني تتعلق باستجلاب القبائل العربية وإسكانها في مناطق أورفا والجزيرة السورية في مسعى تغيير إجراء تغيير ديموغرافي هذه المنطقة. وقلتها في فيديو سابق، والذي يريد أن يفند هذه المعطيات سيصبح على تصادم مع 4 مليون وثيقة في الأرشيف العثماني، آلاف مش ملايين، آلاف الوثائق التي تؤكد بالدليل القطعي الثبوت والدلالة. الأرشيف العثماني، ما نحكي عن الأرشيف البريطاني والفرنسي، الأرشيف العثماني أنه مناطق الجزيرة وحتى مناطق الرقة ودير الزور كانت محسوبة في فترة من الفترات يعني كمناطق تابعة لكردستان، وكان الكرد فيها حكام وقادة قبل التغيير الديموغرافي اللي صار واستجلاب العرب اللي صار من قبل العثماني، وبعدين السياسات التي مارستها الكتلة الوطنية وحكومة دمشق على زمن الانتداب الفرنسي، وبعدين السياسات التي مارسها نظام البعث. كل هذه التفاصيل واحد يجي وينفي الوجود التاريخي. الكرد في سوريا، الكرد في سوريا أنا حكيت نوعان، هم كرد كردستان سوريا، وكرد سوريا هم من أكراد دمشق وأكراد الساحل وأكراد الجنوب وأكراد الداخل. ف يعني حكيت بشيء من التفصيل حول هذا الموضوع في فيديو سابق. السيد مهند القاطع طبعا له من يصدق يعني الخزعبلات والخرافات ومين من يصدق يعني من يصدق له يعني؟ هل هنالك باحث تاريخي محترم يعتد به يصدق خزعبلات مهنا القاطع؟ لا. مين بيصدقه يعني؟ ابراهيم الجبيني يصدق مهند القاطع؟ انا بعرف ابراهيم الجبيني شو حكى عن مهند القاطع يعني لما كان في تواصل بيني وبين ابراهيم الجبيني، وقطع تواصله انا ما بعرف ليش يعني. بالمحصله يعني هو الان ايضا يعزف على هذا الوتر ومساله عروبه الجزيره ومن الكلام هذا، من هالخزعبلات هاي. من يتحدث او يحاول ان ينفي انه هنالك لا يوجد كردستان في سوريا، لا يوجد شعب كردي في سوريا، لا يوجد قضية كردية في سوريا،
يصبح في تصادم مع الأرشيف العثماني، خليه يروح يقنع العثمانيين بأثر رجعي أنه ما في شيء. هذه المناطق ليست كردستان، هؤلاء البشر الذين يعيشون هنا ليسوا كرد، هم يتحدثون يعني مهاجرون ولاجئون، والقصص هي كلياتها ما بيحكيوا أبدا عن موجات النزوح السريانية والأشورية التي أتت من الشمال ومن الشرق إلى سوريا، وبدعم من السلطات الفرنسية. السلطات الفرنسية لم تدعم حملات نزوح في هذا الإطار. لكن هل يمكن أن نقول أن السريان مش أصلاء؟ قولا واحدا لا، السريان أصلاء وبقوا، والفرنسيين رحلوا. الآشوريين أصلاء وبقوا، والفرنسيين رحلوا. السريان والآشوريين والكرد أصلاء، والبعث رحل وسقط، لكن البعثيين الببغائيين بقوا. وهذه الثرثرات الببغائية في تقديري لن تصيب في الكرد، وجود الكردي التاريخي والجغرافي والسياسي في سوريا لن تصيبه في مقتل، إنما عملية تشويش يعني، وعملية إرضاء بعض الأوساط التي ما زالت مشبعة بالوعي والموروث والميكروب البعثي. الكثيرين يقولون البعث سقط، نعم البعث سقط، لكن البعثيون باقوا. نظام صدام حسين راح، لكن الصداميين موجودين، والصداميين موجودين بين السوريين أكثر من العراقيين. نظام صدام راح، نظام هتلر راح، لكن النازيين القدامى والجدد ما زالوا موجودين. من يجدون في هتلر رمز وعزة للأمة الألمانية ما زالوا موجودين. ستالين سقط، ونظام الستاليني سقط، لكن هنالك يعني ضمن الروس الآن من يعتبر ستالين رمزا قوميا مش رمزا عقائديا. فالموضوع لا يتعلق بسقوط البعث. متى ما غير مهند القاطع، ولن يغير يعني، من تكراره واشتراره لهذه الخزعبلات، وقتها سنقول انه الفاتحة على إن كانت تجوز الفاتحة يعني على روح نظام البعث وموروث البعث وثقافة البعث وجراثيم البعث وجلاويزة البعث وأدوات البعث في التضليل التاريخي والتضليل السياسي والتضليل الاجتماعي واستهداف الكرد على الطريقة البعثية التي كانت وستبقى مفضوحة للكرد وللسوريين. أكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء في مواضيع أخرى. دمتم بخير.